6 حاجات بتحبط نفسك بيها لما بتعملها. رقم 1، توقعات غير واقعية. لما بنتوقع كتير من نفسنا أو من غيرها بنبقى مستعدين على الإحباط لما ما بيحصلش اللي بنتمناه. فمهم إننا نكون واقعيين جدا في توقعاتنا ونحط أهداف ممكن نحققها. رقم 2، التركيز على السلبيات. سهل اننا نركز على الحاجات السلبية في حياتنا وده ممكن يسبب الإحباط، فمهم اننا نركز كمان على الإيجابيات ونفكر في الحاجات اللي بنحس بالامتنان ليها. رقم 3، عدم اتخاذ الإجراءات. لما نعرف ايه اللي لازم نعمله بس ما نعملش حاجة حيال الموضوع ده بنبقى مستعدين على الإحباط جدا. فمهم اننا نكون فاعلين ونعمل خطوات علشان نحقق أهدافنا. رقم 4 والخطيرة جدا، المقارنة مع الآخرين. طبيعي إننا نقارن نفسنا بالناس التانية، بس ممكن يكون ده ضار لو ركزنا بس على نقاط قوتهم من غير ما نعترف بنقاط قوتنا. فمهم إننا نركز على نفسنا وأهدافنا ونقارن نفسنا بنفسنا في الماضي. رقم 5، عدم الاهتمام بنفسنا. لما ما نهتمش بنفسنا جسديا وعقليا بنبقى مستعدين على الإحباط. فمهم اننا نحصل على قسط كافي من النوم وناكل نظام غذائي صحي ونمارس الرياضة بانتظام ونلاقي طريقة للاسترخاء والتجديد. رقم 6 والأخيرة، انك ما بتطلبش المساعدة من حد. لما بتواجه صعوبة في حاجة معينة مهم اننا نطلب المساعدة. ممكن يساعدنا اننا نتكلم مع صاحب او حد من العيلة او معالج او مستشار في التغلب على التحديات اللي بنواجهها. لو حسيت بالإحباط مهم انك تحدد ايه اللي بيسبب لك الإحباط. بمجرد ما تعرف السبب تقدر تاخد خطوات علشان تعالج المشكلة. ممكن يشمل ده تغيير توقعاتك او التركيز على الإيجابية او اتخاذ إجراءات او التوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين او الاعتناء بنفسك بشكل أفضل او طلب المساعدة.